أكبر تغيير وقع في بريمير ليج ماشي في الملاعب بل في الميركاتو، والغريب بزاف ديال الناس ما انتبهوش ليه. منين بديت نقلب في آخر الصفقات ديال بريمير ليج لاحظت واحد الحاجة غريبة، كل مرة كنلقى نادي إنجليزي كيشري من نادي إنجليزي آخر. في الأول قلت يمكن غير صدفة، ولكن من بعد بديت كنشوف نفس السيناريو كيتكرر، وهنا فهمت هادشي ماشي غير صدفة، هادي استراتيجية جديدة. كل ميركاتو كنلقاو نفس القصة، نادي كبير كيشري من نادي إنجليزي آخر والأسماء اللي كتبدل، ولكن الفكرة هي. والأندية باين أنها ولات كتعطي أولوية للاعب اللي مجرب بريمير ليغ أكثر من اللاعب اللي جاي من دوري آخر. ولكن الفكرة ما كتوقفش هنا، تخيلها بحال سلسلة، نادي كبير كيضخ فلوس في صفقة كبيرة، النادي إلا باع لاعب كيعاود يستثمر فلوس في مواهب جديدة وكيطورهم وكيطلع القيمة ديالهم، ومن بعد كيرجع يبيعهم من جديد. يعني ماشي غير لعاب كيتنقل، حتى الاستثمار كيبقى يدور داخل الدوري. كاين سبب اخر مهم، الانديه الكبيره مابقاتش باغيه تغامر بزاف، كتفضل لاعب سبق لي عاش الاجواء ديال البريمير ليغ على لاعب خاصو يبدا كلشي من الزيرو، وبهذه الطريقه كتقلل نسبه المفاجات وكتزيد فرص نجاح الصفقه من اول موسم. وهنا كيبان السر، كل صفقه ما كتقويش نادي واحد، كتقوي البريمير ليغ كامل. الا بقى هذا التوجه بنفس الطريقه غادي نشوفوا انديه انجليزيه كتعتمد اكثر واكثر على مواهب اللي تكونات داخل الدوري، وهذا الشيء ممكن يخلي الفرق بينها وبين باقي الدوريات يكبر اكثر مع الوقت. انا الا كنت مدرب رياضي غادي نفضل لاعب مجرب بريمير ليغ حتى الا كان اغلى شويه. ودابا نوبتك، واش انت تختار لاعب من داخل بريمير ليغ ولا لاعب جاي من دوري اخر؟ قولوا لي علاش.